السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعب الجزائري الجميل العظيم العزيز الغالي على قلوبنا كلنا، يا رب دايما بألف خير. أحلى وأجمل وأطيب شعوب الأرض، المادة الخام للجدعنة، للرجولة، للشهامة، للكرم، للمروة، لكل حاجة جميلة. الشعب الجزائري العظيم دايما بنلاقيهم متقدمين الصفوف لما اي حد يحتاج الدعم، لما اي حد يحتاج المسانده، لما اي حد يحتاج المساعده بنلاقيهم واقفين ومتقدمين الصفوف، بيسندوا ويدعموا وبيساندوا. هم دول الشعب الجزائري، رجال الجزائر، الشعب الجزائري الجميل العظيم جدا. هوبا بقى الكلام على ايه النهارده يا شيكا يا ابو الشكاشيك يا متشكشك؟ الكلام النهارده على مسؤول بيتكلم كلام كبير جدا جدا جدا. الراجل ده مش همه حد، الراجل ده ما بيعتمدش حد، الراجل ده مفكر نفسه محمد رمضان في مسلسل اسطوره بدور رفاعة الدسوقي. ايه يا عم الحاج في ايه؟ ايه يا عم رفاعة الدسوقي؟ انت طلعت تتكلم وعمال تشوط كده وبتقول كلام كبير. ايوه قال كلام كبير جدا، قال يعني بص مش هاممني، ما بخافش، ما اعرفش، قال كلام كبير جدا جدا جدا. الكلام ده هوبا بقى عمل ايه؟ قلب الموازين وقلب الدنيا في كل المواقع وكل مواقع التواصل الاجتماعي. والناس في الجزائر دماغها اتكلفت ولفوا شمال في يمين ومش عارفين ايه اللي بيحصل وايه اللي اتقال. تعالوا نروح نسمع نشوف ايه هو الكلام الخطير اللي الراجل ده ابو قلب ميت وقلب جايبه طلع يقول الكلام ده على الشعب الجزائري العظيم. تعالوا نروح ونرجع مره ثانيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. في حاجات غريبة جدا حصلت في قلب القمة العربية في قلب دولة العراق الشقيق، على الرغم من أن دولة العراق بذلت مجهود خرافي جدا من أجل إنجاح هذه القمة على أفضل ما يكون، وثبت بالدليل القاطع أن الدولة العراقية بدأت فعلا تتحمل مسؤولية مرة أخرى زي سنوات وعقود سابقة وأفضل كمان من خلال التنسيق والتنظيم لهذه القمة. لكن طبعا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. 18 ملك ورئيس عربي غابوا عن هذه القمة لحيثيات وأسباب. طبعا جزء منهم عاوز يرضي السيد دونالد ترامب، مش عاوز يزعل الكيان الإسرائيلي. البعض الآخر له حيثياته إلخ إلخ. الدولة الجزائرية الشقيقة كان ليها الحيثيات بتاعتها، ان هي مش عاوزه تقعد مع امثال ابو محمد الجولاني وتقعد مع الخونه والارهابيين في قلب هذه القمه العربيه، زي ما جابت او نشرت بعض التقارير الاعلاميه الدوليه. لكن على المستوى الرسمي دوله الجزائر لم تعلن عن حيثيات عدم حضور الرئيس عبد المجيد تبون لهذه القمه. كل ديت عباره عن تحليلات وارهاصات واستنتاجات فقط لا غير. في كل الاحوال الكلمة بتاعة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ألقاها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف. عاوز أقول لحضراتكم أيضا برضو في حاجة غريبة جدا، لم يشارك في هذه القمة من الزعماء والرؤساء العرب إلا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى حسن شيخ محمود رئيس دولة الصومال، بالإضافة إلى محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية. الباقي كان عبارة عن وفود فقط لا غير بيقودها نواب أو وزراء الخارجية العرب. طبعا رد الفعل كان سلبي جدا والمنظر العام ما كانش حلو. ثبت بالدليل القاطع أن هناك توجه من أجل تدمير أي عمل عربي مشترك. كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا كنا خصصنا ليها حلقة كاملة، ازاي ان هو فضح المتآمرين وفضح الخونة وتصدى للكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. وقال بالحرف الواحد حتى لو طبعت مع كل دول المنطقة العربية بلا استثناء ما فيش حاجة اسمها سلام انت هتنعم بيه طالما ان ما فيش دولة فلسطينية ذات سيادة. طبعا ده كان بمثابة انذار للكيان الإسرائيلي وأمريكا، وانذار أيضا للمطبعين مع إسرائيل. الرئيس الجزائري في الكلمة بتاعته اللي ألقاها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قال إن جامعة الدول العربية لازم تتجدد عشان تواكب الزمن. كلنا سمعنا وشفنا وشهدنا الكلام الكبير، الكلام الخطير، الكلام المهم، الكلام العظيم جدا 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 جدا. مفيش دخان من غير نار. النار هنا اللي هي الجمال والعظمة، يعني مفيش كلام بدون سبب، مفيش تصريح هيطلع بدون سبب. الراجل بيتكلم الكلام الكبير ده والكلام الخطير ده والكلام المهم ده
في الجزائر والجزائريين ده مش من فراغ. الراجل ده نزل الجزائر وشاف ولف وطاف وعرف معدن الناس دي، يا اما عاشر حد منهم في بلاد الغربه وعرف الناس دي، عرف طباعهم واصلهم وفصلهم وجنسهم ومعدنهم، فعلشان كده بيتكلم عنهم الكلام ده. وللعلم اي حد يطلع يقول الكلام الحلو ده ومهما يتغزل في الجزائر والجزائريين مش مبالغه، مش مزايده ومش مجامله عليهم، بالعكس اقل من حقهم بكتير جدا جدا جدا، علشان مهما اتكلمنا من كلام حلو المليون سنه جايه مش هنوفيهم حقهم، لانهم احلى من اي كلام حلو ممكن يتقال. ويلا نطلع نكمل ونرجع تاني. خلاص، جامعة الدول العربية تم تأسيسها في ظروف مغايرة عن الظروف الحالية، وليها لوائح ونظم عتيقة عفى عليها الزمن. حان الوقت من أجل نسفها تماما وتدميرها وإعادة بنائها بما يتوافق مع التحديات التي تمر بها كل دول المنطقة العربية. عبد المجيد تبون قال في الكلمة بتاعته إن الجامعة كملت 80 سنة، بس العالم العربي فيه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة مختلفة عن عصور سابقة. زيادة على كده في تدخلات أجنبية بتحاول تفرق ما بين الدول العربية وبعضها وتخلي الوضع أسوأ، وبناء عليه أنت مطلوب جمع دول عربية جديدة تتوافق بهذه التحديات بما يؤدي في النهاية للتغلب على كل هذه المشاكل بلا استثناء، وإلا يبقى أنت بتضحك على نفسك. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شدد على أن القضية الفلسطينية بتتعرض لمحاولات إسرائيلية عشان يخلصوا عليها تماما ويقضوا عليها، زي عملية الإصرار على تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. قال إن إسرائيل عاوزة سلام على مزاجها، وده طبعا بيهدد أمن المنطقة كلها، وطالب إن كل العرب يتكاتفوا مع فلسطين لأن هي مسؤولية تاريخية وأخلاقية للكل. كمان طالب بمساندة لبنان وسوريا وبحل الأزمات في السودان وليبيا واليمن والصومال، وحذر إن لو العرب ما قاموش بدورهم التدخلات الأجنبية هتزيد وتتحكم في المنطقة. عبد المجيد تبون قال إن الجزائر كعضو في مجلس الأمن بتحاول تدافع عن قضايا العرب بكل أمانة. طبعا الرئيس عبد المجيد تبون رجل صادق في هذه النقطة. نجحت دولة الجزائر في أن هي تقتحم مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم ل4 دورات متتالية في شكل غير مسبوق في كل العالم. دولة تنجح في أن هي تخترق مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم 4 مرات متتالية، طبعا بسبب دورها على المستوى العربي والإفريقي والدولي بشكل لافت للنظر. دولة الجزائر نجحت في أن هي تفض اشتباكات ما بين الكثير من دول المنطقة على وجه الخصوص وعلى مستوى العالم على وجه العموم. دولة الجزائر ساندت الكثير من دول المنطقة العربية وفي المقدمة منها مصر والسودان ودول أفريقية كتيرة جدا في ملفات ساخنة جدا ومتشابكة. دولة الجزائر قامت بدورها دون انتظار جملة شكرا، لأن الدولة الجزائرية بتتعامل مع دورها في دعم قضايا المنطقة من منطلق أن ده واجب حتمي عليها. وزي ما قلت لحضراتكم، والحاجة الغريبة جدا أنه لا يواكب كل هذه التحركات الجزائرية على الساحة الإقليمية والدولية، لا يوجد أساسا إعلام قوي جدا يغطي الدور بتاعها البارز جدا، ودي فعلا مشكلة يا جماعة. ومين عاقل ما يحبش الجزائر والجزائريين؟ مين عاقل؟ في حد عاقل ما يحبهمش؟ مستحيل. مستحيل يكون حد عاقل وواعي كده ربنا مديله في دماغه مخ كده، مش ناس في دماغهم جزم. لا، مفيش حد عاقل ربنا مديله مخ ويكره الناس دي. شعب جميل جدا جدا جدا، تعرفوا تعاشروا وتصاحبوا بتلاقيهم شعب جميل وشعب مضياف وشعب خلوق جدا جدا. انت بتنزل الجزائر يا بيه ما بتحسش ان انت اتغربت، ما بتحسش ان انت سافرت، بتحس ان انت مع صاحبك عبده اللي كان معاك في البلد، او صاحبك السيد، او صاحبك عاشور، او صاحبك مدكور، او صاحبك عصفور، او صاحبك دبور. ما بتحسش ان انت اتغربت، بتحس ان انت موجود. الجزائر الجميله اللذيذه العزيزه حاجه بسم الله ما شاء الله، فله 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 فله. تعالوا نروح نكمل ونرجع مره تانيه. مشكله لازلنا ندق اجراس الخطر بخصوصها. يعني دولة الجزائر ما فيش تغطية إعلامية قوية جدا تليق بتحركاتها وبدورها،
والرأي العام الغربي أو الرأي العام الدولي لا يؤمن إلا بوسائل الإعلام الغربية القوية بتاعته. يعني من الممكن أن يكونك أنت عندك حقوق عادلة تماما أنت ما أنتش قادر تحصل عليها، ورغم ذلك أنت مش مدعوم برأي عام دولي ضاغط دفاعا عن القضية بتاعتك. ده لأن وسائل الإعلام الدولية اللي بتشتغل بنظام استخباراتي غربي لصالح بعض الدول وضد دول أخرى ما بيشتغلش بشكل عادل. فبتيجي جماعة زي جماعة الإخوان والقوى الإرهابية في قلب المنطقة بيعملوا إيه؟ بيتأجروا مساحات مدفوعة الأجر في وسائل الإعلام الغربية وبيستكتبوا بعض الكتاب الكبار من أجل تسليط الضوء على القضايا العادلة بتاعتهم. طب إيه المانع أن دولة الجزائر تعمل كده؟ بلاش كده. إيه المانع أن دولة الجزائر تتبنى وسيلة إعلامية قوية جدا على المستوى الدولي بما يؤدي في النهاية إن هي تطرح القضايا العادلة للمنطقة العربية وقضايا دولة الجزائر ودورها؟ بلاش كده. إيه المانع أن دولة الجزائر تدخل شريك استراتيجي في بعض وسائل الإعلام الغربية الكبرى حتى كمستثمر بمعدل مثلا 10% من رأس المال، مقابل ذلك دولة الجزائر يكون لها مساحة في هذه الوسيلة الإعلامية بحيث تعمل فيها اللي هي عايزاها مثلا. دي مجرد مقترحات وتفكير بصوت مسموع. ولذلك فعلا هذا الدور الجزائري الرائع جدا على مستوى الساحة الدولية في حاجة فعلا لوقفة. الرئيس عبد المجيد تبون قال إن إسرائيل بتحاول تفرض سلام على حساب الفلسطينيين، وقال إن السلام ده هيضر أمن دول الجوار ومش هيجيب استقرار للمنطقة، وطالب العرب إن هم يقفوا مع فلسطين ويتصدوا للعدوان الإسرائيلي. كمان طالب بتضامن مع لبنان وسوريا عشان وحدتهم جزء من أمن الشرق الأوسط. وقال بالحرف الواحد إن الجزائر ضد أي تدخل أجنبي في المنطقة العربية. والكلام إلك يا جارة. ما يحدث في قلب دولة سوريا الشقيق من مؤامرات تحاك عن طريق أمثال أبو محمد الجولاني بالتنسيق مع إسرائيل وتركيا وأمريكا. هكذا تحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بهذه الطريقة الرائعة، واللي الكلمة بتاعته كانت فعلا لافتة للنظر. زعيم عربي يدعو إلى إصلاح الجامعة العربية. ده اللي هو الرئيس عبد المجيد تبون، وبدأت وسائل الإعلام تنشر الكلمة بتاعته وتتوقف عندها. عبد المجيد تبون مش غريب عليه مثل هذه التوجهات ومثل هذه الأفكار والأطروحات. الرئيس الجزائري دايما على طول معودنا على أن هو بيقدم في الكلمة بتاعته مقترحات عملية جدا تليق بالمنطقة العربية، وفي ذات الوقت بتراعي التحديات التي تحاصر المنطقة العربية، وبيقدم الأطروحات ديت بما يتوافق والإمكانيات العربية الراهنة. النتيجة كل أطروحاته هتنزل الجزائر هتوه في دنيا الجمال، في عالم السحر والمتعة والروعة والخيال. هتوه في الشوارع، في الميادين، في القرى، في أي حتة هتنزلها في الجزائر هتوه من الجمال، وتتعامل معاملة شيك، معاملة جميلة جدا، معاملة الأصل والأصول، معاملة ولاد البلد، المعاملة الجميلة، المعاملة الأدمية اللي مش هتحسها ومش هتلقاها في أي مكان غير هنا. والبقى يا سلام بقى، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على ايه يا عم؟ يا سلام لما تدب اكله بقى جزائريه كده وتملى كرشك وتحشر كرشك كده، اكله جزائريه جميله تحس ان انت مش عاوز تاكل عليها 6-7 شهور. الكرش ده لما تملاه وتعبيه، ولا تشرب لك كوبايه شاي هناك، ولا تقعد في مكان هناك، ولا تزور الاماكن السياحيه والاماكن الاثريه هناك، يا عم انت والله هتتجن اكتر ما انت مجنون. انا استمتعت في نهايه الفيديو، يا رب انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا، علشان بكره هنجيب موضوع جديد وهنتكلم فيه. وفي الختام لكم مني دايما احلى سلام.